كل الناس خوفوني من جوزي ومن بيت حماتي، بس النصيب كان أقوى من الكل، واللي شفته خلاني عرفت الحقيقة والسر المستخبي. أنا منى، عندي 31 سنة، عايشة مع بابا اللي كان نفسه يفرح بيا. لقيت بابا بيقولي: اسمعي يا منى، اسمعي يا منى يا بنتي، مش هينفع ومش معقول هتفضلي كده من غير جواز. انت جالك عريس، وانا بصراحة ما بقاش قدامي اي حلول غير ان انا وافق. رديت على بابا وقلت له: يا بابا انا مش معترضة على فكرة الجواز، بس انا مستنية الشخص المناسب. لقيت بابا قال لي: ما عادش فيه وقت يا بنتي تنقي وتدوري، خلاص الوقت جري بيكي. قلت له: طيب ومين العريس اللي حضرتك بتقول عليه؟ قال لي: أستاذ عصام. قلبي اتقبض كده وقلت له: مين؟ ابن الست فوزية اللي ساكنة في البيت اللي على أول الشارع؟ بابا قال لي هو متردد: أيوة أيوة. قلت له: إزاي يا بابا؟ وافقت عليه إزاي؟ هنت عليك عايز تجوزني واحد اتجوز وهو أكبر مني جدا؟ قلت له: هو ده عشان كده يشتريني بفلوسه؟ أنا مش موافقة يا بابا، ولو قعدت طول عمري من غير جواز أكرمني من إني أتجوزه. لقيت بابا اتعصب عليا جدا وقال لي: أنا خلاص اديته كلمة مش هرجع فيها، جهزي نفسك عشان عصام وامه جايين النهارده بالليل عشان يقروا الفاتحة. خلاص كده حطني قدام الأمر الواقع، وقبلت إن أنا أقابل عصام واللي المفروض يجوا فيه. كنت قلقانة جدا وخايفة من المقابلة دي، والباب خبط وبابا فتح وقابل عصام وامه ورحب بيهم وقال لهم: اهلا اهلا، اتفضلوا، نورتوا البيت. لقيت عصام انسان عاقل جدا، وامه ست شكلها طيب. وعصام لما قعد مع بابا وقال له: شرفني يا عم صابر ان اتجوز بنت حضرتك الانسه منى، وباذن الله هشيلها على كفوف الراحه. بابا رد عليه وقال له: يا ابني انا واثق من كده وعارف انكم ولاد اصول، مستحيل تضايقوا بنتي في يوم من الايام. ردت ام حسام وقالت له: انا عارفه انكم اكيد قلقانين من الجوازات اللي قبل كده، بس صدقني يا استاذ صابر، ده نصيب ومحدش ليه يد في حاجه. ولو على عصام هو اتغير وبقى احسن بكتير، يعني ما تقلقش على منى خالص. لقيت بابا ناداني عشان اسلم عليهم، ولما بصيت لعصام لقيته عينيه حمرة جدا. خفت منه وقعدت جنب بابا، بس ام عصام قالت لبابا: يلا نقوم نقعد بعيد عنهم عشان نسيبهم يتكلموا مع بعض. بابا قام وسابني، ولقيت عصام قال لي: انا فرحان قوي اني قاعد معاكي بصراحة، وصدقيني انا هعمل كل حاجة ومش هضايقك في يوم. قلت له: انا عايزة اعرف ايه سبب طلاقك للخمسة اللي اتجوزتهم. لقيت ملامح وشه اتغيرت وقال لي: ما بحبش حد يعرف حاجة، بس انا هقولك. كل مرة كنت بتفاجئ ان مراتي مش عايزاني وبتطلب مني الطلاق من غير اي سبب. كنت بلاقيهم خايفين مني، ليه معرفش. اخر واحدة صحيت من النوم لقيتها سايبة البيت بالجلابية اللي عليها، مع اني والله ما عملتلهاش اي حاجة. كلام عصام قلقني منه جدا، فضلت اسمع منه كلام كتير قوي، وكنت بلاحظ عليه حاجات غريبة. عينيه تبرق غير عينيه اللي بتحمر كل شوية، وايده اللي ما بتقعدش في مكانها عمالة ترتعش. كنت حاسة انه مش طبيعي، وابتديت اتوقع حاجات كتير. هل هو مجنون؟ وبعدين: خلاص يا منى، ابوك اتفق مع عصام وخلاص، الجمعة الجاية هتبقى شبكتك وكاتب كتابك والفرح بعد شهر، وهو مستعجل وعايز الجوازة تتم بسرعة. وطبعا ابويا كان فرحان لان هيشيل معاه نص الجهاز. اظن مفيش جواز احسن من كده. قلت له: يا بابا انا مش موافقة وحاسة ان وراه فيه حاجة، وانا لو رحت عندهم يا اما هرجع مطلقة يا اما هرجع مقابلة وجه كريم. لقيت بابا بيقول لي: اسمعي يا بنتي، انا نظرتي ما تخيبش، الراجل ده هيصونك وهيسعدك، وانا مصر انك تتجوزيه، وبكره تقولي يا ابويا كان صح، استهدي بالله. وامه واخته حنان واخته التانية البنت شكلها طيب قوي. قلت له: خلاص يا بابا، انت عندك حق، هنعمل ايه؟
خلاص ورضيت. وجا فعلا اليوم، وكل ما اقعد معاه احس ان رأيي كان صح وانه مش طبيعي، بس خلاص ما كانش ينفع لان خلاص الفرح قرب. جا يوم الفرح، وقبل ما اطلع شقتي لقيت حماتي دخلت لي الأوضة ولقيتها بتقول لي، انتي بقى طلعت لي كده قبل ما ادخل الشقة وجاية بتقول لي بصي بقى يا بنتي، اما تلاقي عصام بيعمل حاجات غريبة اجري بسرعة وانزليه، وانا هحاول اهديه، بس ده سر بيني وبينك اوعى تقولي لأي حد. قالت لي ومن الاخر كده يا بنتي انا مش قادرة، ومش هو مش عايز يتعالج، اصل عصام عليه جني، ومش اي جني يا بنتي، ده جني لما بيحضر بيكسر وبيدغدغ الشقة كلها باللي فيها. دي مراته التانية لما الجن حضر عليه مسكها وفشفش عظمها في لحمها. ولا مراته الرابعة يا لهوي يا لهوي على اللي حصل لها، بتقول لي أنا لما شفته وهو ملامحه متبدلة وطلع ديل ورجلين زي المعيز. ولا يا بنتي اللي نفسي أشوفه منه ساعات ألاقيه بيتكلم بلغة مش مفهومة، وكل واحد فينا بيخاف ويقفل عليه بابه، واحنا مش عارفين نعمل ايه معاه. خفت من كلام حماتي قوي وتعصبت جدا عليها وقلت لها ليه بتبهدلوا بنات الناس معاكم؟ ليه جيتي معاه وجوزتني ليه؟ حرام عليكي، جايه تقولي لي كل ده بعد ما خلاص النهارده ليله دخلتنا؟ اتصرف ازاي دلوقتي؟ قالت لي يا بنتي ما ينفعش اقولك، لان انا مش حمل ان هو يفضل قاعد كده. انا كل اللي اقدر اعمله ان اقولك وقت ما تيجي له الحاله اجري وانزلي لي لحد ما يهدى، وابقى اطلعي تاني وانا هبقى اطلع معاكي، بس ما تقوليش لاي حد اي حرف من اللي انا قلتهولك، انت حره، وساعتها بقى استحملي اللي هيجرالك. خرجت ولقيت عصام قاعد في الصاله، وحماتي قالت له يلا يا حبيبي الف مبروك ربنا يهدي سركم. عصام رد عليها بكل هدوء وقال لها متشكر جدا يا امي، تصبحي على خير. ومشت حماتي، وعصام كده بصلي وقال لي نورت بيتك يا عروسه، ربنا يخليكي ليا وتكوني انت اخر واحده تدخلي البيت ده. قلت له الله يبارك فيك. كان كل كلامي معاه قليل من خوفي وقلقي منه، بس لقيته راجل طبيعي جدا، والدخله تمت عادي. وتاني يوم الصبح حسام كان كويس جدا، وطلعت حماته وفي ايدها الفطار، واخواته البنات كانوا معانا، وحماتي دخلتني الاوضه تاني هي وبناتها، ولقيتها بتقولي قوليلي كان كويس معاكي؟ قلت لها اه كان كويس معايا الحمد لله. لقيت حنان قالت لي يا ريت يفضل كده يا منى، ده اخونا، ده وجع قلبنا ومش راضي يروح لمشايخ. ولقيت رضا اخته التانية بتقولي باذن الله عقدته هتتفك على ايدك يا منى، ومحدش بقى يخوفها، ويلا نقعد احسن بره يسمعنا. خرجنا وقعدنا انا وعصام واهله، وكان لطيف جدا عكس كل الكلام اللي اتقال. وانا وعصام بقينا لوحدنا لما هم نزلوا، ولما دخلت المطبخ وخرجت لقيته واقف كده في الصاله، اتفزعت من منظره وجريت منه في الشقه. بقيت اقول له انا مراتك، انا منى، انت ايه اللي حصل لك؟ لقيته بيقول لي مراتي مين؟ انا ما اعرفكيش، انا لازم اعلمك الادب عشان ما تدخليش عندنا هنا تاني. جريت بسرعه على السلم ونزلت على شقه حماتي وقلت لها الحقيني الحقيني يا حبيبتي عصام. قلت لها الحقيني يا حماتي الحقيني، عصام اتحول، عصام اتغير، جات له الحاله. لقيتها بتقول لي ادخلي بسرعه وسيبيه لوحده، والصبح ابقى اطلعوا لي يا بنتي، معلش يا بنتي استحملي. وفعلا اليوم ده كله قضيته عند حماتي، وقررت اننا تاني يوم الصبح اواجهه باللي بيحصل، يا اما يتعالج يا اما كل واحد فينا يروح لحاله. واليوم ده سمعت من حماتي واخوات عصام مواقف كتيرة قوي حصلت لهم من عصام، وبقيت مستغربة من حكاويهم. ويوم لما طلعت الشقة لقيت عصام واقع على الأرض وقاطع النفس، والشقة متبهدلة جدا، والكارثة إني شفت. ولحد هنا استنوني في الجزء التاني.